في يوم ما في الجامعة المستنصرية بداية حياة الشباب، أنا شهرتي مبكرة، يعرفون إخواني العراقيين من البداية، من بعد بالمتوسطة، واشتهرت لي يا شميسة شوية شوية الأطفال، وجنة جنة والله يا وطننا رضا الخيرات، يعني من 40 سنة عمري. فأنا صغير فداهمتني الشهرة، والشهرة المبكرة مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا. فكنت في الجامعة المستنصرية، وضعي العائلي صعب جدا، فاسبوع اداوم واسبوع اروح اشتغل مع صديق عندنا يحب الشعر، فمداريني ما يضغط عليه بالشغل اللي هو فيه، بلاطات الكاشي والبناء. فاجي انا ما كنت مغرور، عمري ما صرت مغرور، بس منزوي بالجامعة المستنصرية. فبعض الناس يعتقدوني انا معتد بنفسي ومنزوي، وخاصة بالجامعة يجي واحد بأبها ما عنده، ملابسه تتغير، يريد يكون. وتعرفون الزهو في بغداد كيف كان بالسبعينات. فلعبوا علي لعبة، بنت اسمها سلوى جميلة جدا ثرية جدا والكل يتمناها، فبدت يتقربوا لي وانا اسمعهم القصائد على اساس هي حبتني، وانا ما مصدق. ما في شيء يجمعنا، ما في شيء يجمعنا. بس بحديثها الرهيب قلت لها انت حواليك الاثرياء والوسيمين والحلوين. قالت انا ادور، ابحث عن المضمون، ابحث عن العمق، ابحث عن المكافئ، عن كذا. صدقت. فاصدقائي كل هذه الفتره ولقاءاتنا ويشوفون واشوفهم من بعيد يضحكون. قلت لها شو يضحكون؟ قالت يغارون. بس لما يشوفون لي اللعبه غبت من المدرسة، جوني للبيت، بطلت بعد للجامعة بعد ما أروح. كان معهد المعلمين سنة داوم بالمستنصرية، بعدين طلعوا على الأعظمية عند المقبرة الملكية، حكاية بغدادية. فعموما المشهد بقى بداخلي بعد زاد من انطواء وتعقيد. السنوات كلها ما كتبته، بس في يوم ما بمصر لما كنت عايش بمصر شفت بنت تشبه سلوى، وانا كتبت عنها قصيده نشرت بمجله الثقافه اسمها سلوى وحفظوها اصحابي. فشفت انسان تشبهها، بس هالمره انا غاضب غير ذاك الزمن. اخذت ثأري منها بعد زمن طويل، والعجيب هي سمعت وصلتها الاخبار، اخبار القصيده بدون ما اقول، وهي صارت ام واطفال كبار والدنيا تغيرت. قالت لكل الاصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، راهنتكم سيستدير كخاتما في إصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي. سترونه بيدي أضعف من ضعيف، سترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف. يا مستبدة الويل لي، يا مستبدة الويل لي من خنجر طعن المودة، الويل لي كم نمت مخدوعا على تلك المخدة، الويل لي من فجر يوم ليتني ما عشت بعده. قسما بجرحي لن ترين دمعا يسيل، سترين معنى الصبر في جسد نحيل، سترين معنى الصبر في صبر العليل. أرأيت قبل اليوم عرسا للقتيل في دورة الأحزان في صبر جميل، تلك التي أسميتها تاج النساء، أسفاه كانت ذات يوم في دمائي، تبا لعينيها حسبتهما سمائي، أنا خانني صدقي ودمرني وفائي. الويل ومددت كفي كي أصافح صدمتي، شكرا لجرح فيه كانت صحوتي، هذا الذي فعلته في حبيبتي. إني أعاني، إني أموت، إني حطام، حاشاك عمري أن أفكر بانتقام، أحمي لك رأسي بحب واحترام. الويل أنت التي أسميتها تاج النساء، اقسي على قلبي ومزقيه إن أساء. الويل 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 يا مصطفى.